يا هلا بالعودة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلبتوا مني كتير جدا جدا طبعا بعد ما نزلت جدول اولى ثانوي ان انا اعمل لتانية ثانوي جدول. فالنهارده قررت ان انا اعمل لكم جدول عشان تقدروا كده تلموا كل حاجة قبل الامتحانات وتكونوا مراجعين كده كل المواد كويس. فسواء كنت علمي او ادبي فكل الجداول والمصادر اللي موجودة في الفيديو ده هتقدر انها تلم لك كل المواد اللي عليك، وخاصة قبل الامتحان، وتكون متمكن جدا ومراجع كل حاجة في المناهج، وهتكون كده داخل الامتحان باذن الله متمكن. عشان كده حضروا كشكولكم الجميل وحضروا كل الاقلام بتاعتكم وحضروا كمان الكتب بتاعتكم عشان هتبداوا في الجدول ده من اول النهارده او من اول ما يوصلكم الفيديو ده. ومش عاوزاكم تخافوا حتى لو انتم راكمين حاجات كتير جدا جدا في المناهج ومش عارفين كمان تلموا المناهج اللي عليكم، الجدول هيعرفكم ازاي تلموا المناهج دي، وكمان هعمل لكم خطه تلموا بيها المتراكم عليكم. قبل ما ابدا الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا كومنتات كتيره جدا عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد والناس تستفيد، وكمان شيروا الفيديو مع اصدقائكم عشان يستفيدوا، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول واهم حاجه معانا النهارده هو انك يكون معاك كشكول او ورقه بيضاء عشان تكتب فيها الجدول وتكتب فيها الحاجات المهمه اللي انا هقولها لك في الفيديو ده. فيا ريت بلاش نكسل كده ونجيب الكشكول بتاعنا عشان هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي. اول حاجه الصفحه الاولى هيكون فيها الجدول، والصفحه الثانيه على طول اللي قبلها هتكون فيها الحاجات المتراكمه علينا. الجدول بتاعنا هيكون 7 ايام وهيبدا من السبت وهينتهي يوم الجمعه. اول حاجه عندنا السبت ده هيكون عندنا فيه العربي، وهنحل اسئله كتير جدا على كل الفروع اللي موجوده في العربي، وخاصه النحو والبلاغه لان اسئلتهم بتبقى مضمونه في الامتحان، بيبقى جاي فيهم اسئله كده يعني بناء على اللي احنا دارسينه في المنهج، فاحنا لازم كده نذاكر كتير جدا ونحل كتير جدا في النحو والبلاغه، وخاصه برضو نحل كتير برضو على الادب واللي هي الاسئله المتحرره اللي هي زي النصوص وزي برضو ايه القراءه. ونحاول نلم كل الفروع المتراكمه علينا في العربي ونشوف لهم فيديوهات كامله على اليوتيوب، ونشوف اسئله او حد بيحل ونحل وراه على طول، او نذاكر القواعد وبعدين نطبق عليها على طول، عشان كده العربي يكون سهل وبسيط معانا، وخاصه ان درجات العربي في كل سنه سواء اي سنه دراسيه بيكون درجاته كبيره جدا، فالعربي مهم جدا جدا وهيلم لك درجات كتيره جدا وهيفرق في مجموعك. تاني يوم معانا في الجدول بتاع العلمي فهو يوم الاحد. يوم الاحد هنذاكر فيه الرياضه وهنحل عليها اسئله كتير جدا لان فروع الرياضه كتيره زي ما احنا عارفين، وفروع الرياضه يعني مليانه حاجات كتير ومليانه دروس كتيره جدا، محتاجين ان احنا نفهم الرياضه قبل ما نذاكرها، فهنشوف فيديوهات او فيديوهات شرح كتير جدا من على اليوتيوب، وبعدين نبدا على طول نحفظ القوانين او نكتب القوانين ونلخصها معانا في ورقه او كشكول، ونبدا على طول بعدها نحل اسئله كتيره جدا عشان نعرف نحل في الامتحان. بما اننا في فتره مراجعه فاحنا لازم نشوف فيديوهات كامله للرياضه او فروع الرياضه، يعني نشوف الفيديو كامل بيراجع الرياضه ازاي او بيراجع الفرع ده ازاي، وبعدين نبدا نحل على طول اسئله عشان نوفر وقت ونعرف نلم الماده في يوم. وفي الفيديو ده رشح لكم مصادر وقنوات تراجعوا منها كل المواد بسهوله جدا، وخاصه في فيديوهات هتلم لكم كل المواد او كل الماده في يوم، فما تقلقوش كل حاجه في الفيديو ده. تالت يوم معانا وهو يوم الاثنين. يوم الاثنين عاوزين نذاكر الكيمياء وكمان نحل اسئله كتيره جدا، وخاصه بقى نركز على القوانين ولو في معادلات نحفظها، ونركز برضو على الكيمياء ونحل اسئله كتير جدا جدا برضو عشان نعرف نحل الاسئله ونعرف نتعود على نظام الاسئله، ولما ندخل الامتحان نبقى عارفين نحل الاسئله كويس. ولان الكيمياء ما بتجيش دايركت او مباشر فانت لازم تحفظ كويس جدا الكيمياء وبعدين تبدا تحل عليها وتتعود على نظام الاسئله، لان نظام الاسئله في الكيمياء بالذات مش بيجي حفظ، واحنا كلنا طبعا عارفين الكلام ده، بس لازم نركز برضو على الاسئله ونشوفها بتتحل ازاي، ونشوف اسئله كتير جدا بتتحل قدامنا عشان نعرف كده ان احنا داخلين الامتحان نعرف نحل كويس، مش نتفاجئ بنظام الامتحان جوه. اليوم الرابع معانا في الجدول وهو يوم الثلاث. يوم الثلاث هنذاكر فيه الفيزياء وهنحاول نراجعها كويس جدا ونلم كل القوانين، ونحاول نركز اكتر في اليوم ده على الفيزياء وما نذاكرش اي ماده تانية لان طبعا الفيزياء فيها قوانين كتير، فاحنا محتاجين نذاكر القوانين وبعدين نحل اسئله كتير جدا على كل فصل، واي حاجه مش فاهمينها نجيب لها شرح او نجيب لها فيديوهات مراجعه من على اليوتيوب ونبدا على طول نحل من بعدها او نذاكر على طول. وبالنسبه للناس اللي عندها مشكله في الفيزياء لازم تشوف الاول فيديوهات الشرح او فيديوهات المراجعه وبعدين تبدا تحفظ القوانين وتبدا تحل مع نفسها كده عشان مستواها يعلى قبل الامتحان. خامس يوم معانا في الجدول وهو يوم الاربعاء. هنبدا يوم الاربعاء نراجع ماده الاحياء ونحل على كل الفصول اللي فيها، ونحاول نشوف فيديوهات شرح كتير جدا للاحياء وما نستهونش بالاحياء لان الاحياء طبعا بتيجي عباره عن فهم، ودايما لما بنحفظ مش بنلاقي نفس الاسئله او نلاقي الحاجات اللي احنا حافظينها، فياريت نشوف فيديوهات شرح كتير جدا ونشوف الاحياء بتتكلم عن ايه، ونحاول برضو نركز اكتر على التريكات والاسئله والحاجات اللي بتتكرر اكتر في الاسئله ونركز عليها ونشوف طرق الحل، فنركز اكتر على الاسئله في الاحياء ونشوف اكتر الجزئيات اللي بتتكرر في الاسئله ونذاكرها كويس جدا لان الفتره دي محتاجه ان احنا نركز على اهم حاجه في المناهج. اليوم السادس معانا في الجدول ويوم الخميس نبدا نذاكر ماده الانجليزي ونراجعها كويس جدا ونحفظ كلمات كتيره جدا جدا على الانجليزي ونعلي السكيلز بتاعتنا ونشوف فيديوهات المراجعه كامله على الانجليزي وعلى الجرامر بالذات ونحل كتير جدا على الجرامر عشان نعرف نحل الاسئله اللي جايه فيه عشان بيبقى اسئلته مضمونه او درجاته مضمونه في الامتحان، وعلى قد ما نقدر بقى نحل اسئله كتير جدا ونطبق مع نفسنا وخاصه على القطع والاسئله اللي هي الاختياري، ونحاول نكتب الايساي لو احنا عندنا ايساي نحاول نحفظ كلمات كتير وجمل كتير جدا على كل واحده عشان نعرف نكتب الايساي في الامتحان، ده هيكون مفيد جدا جدا لينا. سابع يوم معانا في
في الجدول وهو يوم الجمعه نحاول نراجع على الرياضه والفيزياء، لان الرياضه والفيزياء فيهم كلام كتير جدا وفيهم قوانين كتيره ومحتاجين ان احنا نراجع عليهم اكتر، او محتاجين ان احنا نديهم وقت اكبر. بالنسبه بقى للجدول الادبي، فاول يوم معانا هيبقى يوم السبت وهيبقى عندنا تاريخ وحل اسئله كتير جدا على التاريخ. تاني يوم معانا الحد وهيبقى عندنا جغرافيا وحل اسئله كتير جدا. والاثنين هناخد معانا العربي وحل اسئله كتير جدا على العربي وعلى كل الفروع بتاعته. ورابع يوم معانا الثلاث وهنحل كتير جدا على الانجليزي ونحاول نلم الانجليزي يوم الثلاث. ويوم الاربع هنحاول ان احنا نراجع الفلسفه ونحل كتير جدا عليها. ويوم الخميس معانا هيبقى تاريخ وزائد جغرافيا كمان، نراجع كتير جدا على التاريخ والجغرافيا. ويوم الجمعه هيبقى معانا مراجعه على الانجليزي زائد حل عربي كتير. نيجي بقى لاهم تاني حاجه معانا في الجدول بتاعنا النهارده، وهي الحاجات المتراكمه علينا في المواد. هنبدا كده نجيب الصفحه اللي قبل الجدول على طول ونبدا نكتب فيها كل المواد بتاعتنا، ونبدا مثلا نكتب العربي والانجليزي والكيمياء والاحياء والفيزياء والانجليزي وكل حاجه، ونكتب كل المواد دي ونبدا نكتب كل الدروس والفصول المتراكمه علينا في كل ماده، او الحاجات اللي احنا مستوانا ضعيف فيها، او الحاجات اللي واقعه مننا من اول الترم. الحركه دي مهمه جدا 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 ولازم كلكم تعملوها سواء كنتم علمي او ادبي، لانها هتعرفكم كل حاجه انتوا واقفين عندها وكل حاجه انتوا مستواكم ضعيف فيها، او الحاجات اللي انتوا واقعين فيها. هتفهمكم كده وتعرفكم الطريق بتاعكم هيبقى عامل ازاي، وايه الحاجات اللي انتوا هتدوها اولويه اكتر، او ايه هي الحاجات اللي انتوا واقعين فيها اكتر حاجه في كل ماده، او ايه المواد اللي انتوا محتاجين تركزوا عليها اكتر الفتره دي. فهتخليكم كده تقدروا ان انتوا تلموا كل حاجه عليكم في المناهج قبل الامتحان. فايا كان الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو ده النهارده او بكره، فانا عاوزاكم تبداوا على طول ان انتوا تكتبوا الحاجات المتراكمه عليكم في المواد في كل ماده، وتبداوا تقسموا الفصول كده عشان تعرفوا ان انتوا هتركزوا على ايه اكتر، او ايه الحاجات اللي انتوا محتاجين تدوها وقت اكبر، لان ده هيفرق معاكم جدا في المراجعه بتاعتكم وهيفرق كمان في المجموع بتاعكم. نيجي بقى لتالت اهم حاجه معانا في الفيديو النهارده، وهي ازاي هنراجع المواد دي من على اليوتيوب، او ايه هي المصادر والقنوات اللي انت بترشحها لنا يا ولاء عشان نراجع منها المواد او تسهل علينا في المراجعه. اول قناه معانا النهارده وهنرشحها طبعا في ماده العربي، وهي قناه مستر رضا الفاروق. القناه عليها عدد كبير جدا جدا من المراجعات اللي هتفيدكم، وهتلاقوا مراجعات شامله لكل فرع من الفروع وحل كتير جدا في نفس الفيديو، وده هيفيدكم جدا جدا. تاني قناه معانا في العربي وهي قناه بسطتها لك. القناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات والمراجعات النهائيه واللي فيها حل كتير جدا تقدروا تستفيدوا منها في كل فرع، وخاصه بقى النحو، بيشرح النحو بطريقه مبسطه جدا فتقدروا تستفيدوا. نيجي بقى للانجليزي، واهم القنوات واهم المصادر اللي هتراجعوا منها الانجليزي هي القناه اللي قدامكم الوقت دي. القناه دي اسمها مور انجلش لمس مي مجدي، والقناه عليها عدد كبير برده من الشروحات والمراجعات على الوحدات بتاعه الانجليزي بتاعه تانية ثانوي، فهتفيدكم جدا ان انتوا تلموا الانجليزي في يوم او يومين في ايام الاسبوع اللي انا حددتها معاكم في الجدول ده. فتابعوا القناه دي وتابعوا الفيديوهات اللي هي بتنزلها. تاني قناه في الانجليزي هي قناه مستر عمرو رجب، وعليها عدد كبير برده من الشروحات، فهتقدروا تستفيدوا من القناتين دول في مراجعه الانجليزي. وطبعا سواء انت كنت علمي او ادبي فانت لازم تتابع قناه الخطه التعليميه اللي هي بتنزل لتانية ثانوي، وزي ما انتم شايفين كده قدامكم عليها كل الشرح بتاع مناهج تانية ثانوي، وعليها كمان مراجعات نهائيه في ساعه او ساعتين بتكون لما لك الماده. فالقناه جميله جدا سواء كنت علمي او ادبي وهتلم لك كل المواد. اما بقى في الكيمياء فانتوا لازم تتابعوا مستر خالد صقر، لانه منزل مراجعات كتير للكيمياء، فهتقدروا تستفيدوا برده من المراجعات اللي هو عاملها في انكم تلموا الكيمياء في فيديو او فيديوهين، تتفرجوا على الفيديوهات وبعدين تذاكروا القوانين او المعادلات او الحاجات اللي في المنهج، وبعدين تبداوا تحلوا على طول. هتستفيدوا باذن الله وتقدروا ان انتوا تلموا الكيمياء قبل الامتحان، وتقدروا كمان ان انتوا تقفلوا الكيمياء لو انتوا اتبعتوا النظام ده او اتبعتوا الطريقه دي. وبالنسبه بقى للاحياء فانت عندكم قناه الدكتور محمد ايمن وقناه الدكتور احمد الجوهري، وعليهم عدد كبير برده من الشرح، وعليهم برده مراجعات كتيره جدا وحل اسئله، فتقدروا ان انتوا تستفيدوا منهم في المراجعه قبل الامتحان. وفي قناه كمان اسمها قناه مستر احمد مالك، عليها برده شرح كتير لتانية ثانوي، فانتوا ممكن تستفيدوا من القناه دي. لو انتوا لقيتوا مثلا نفسكم مش فاهمين حاجه ممكن تبحثوا وتشوفوا القنوات دي وان شاء الله تفهموا. اما بالنسبه للرياضه فانا لقيت قنوات كتير جدا جدا للرياضه، واول قناه قابلتني هي قناه مستر لطفي زهران. انا اتفاجئت بصراحه بالقناه دي، عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات وعليها شروحات كتير ومراجعات كتير وحل اسئله، وبصراحه جوده الشرح عاليه يعني وهتفيدكم كتير جدا. وانتوا قاعدين في البيت هتراجعوا كده وتفتحوا الفيديوهات، هتشوفوا الفيديوهات بسرعه وتحلوا ورا المستر، ان شاء الله تستفيدوا. تاني حاجه تاني قناه معانا هي قناه مقر الرياضيات، برضو سبق ورشحتها في فيديوهات كتيره جدا. القناه برضو جميله جدا وشرحها مبسط. وفي قناه ثالثه اسمها قناه يلا نفهم ماس، القناه جميله جدا برضو هتقدروا ان انتوا تستفيدوا منها، فحاولوا تستفيدوا بالقنوات دي على قد ما تقدروا. وبالنسبه للفيزياء فقدامكم كده في الفيديو 4 ل7 ساعات مراجعات، تقدروا ان انتوا تلموا المنهج بمراجعه واحده بس اللي هي عباره عن 4 أو 7 ساعات، فهتقدروا ان انتوا بعدها تحلوا وتطبقوا على المنهج، وتقدروا ان انتوا تلموا المنهج باذن الله وتعرفوا ان انتوا تحلوا في الامتحان. قناه برضو مستر حسام خليل وقناه الدكتور في الفيزياء جميله جدا برضو، تقدروا ان انتوا تلموا الفيزياء او تفهموها من القنوات دي، وباذن الله هتكون سهله معاكم وتعرفوا تحلوا. وبالنسبه للمواد الادبيه سواء الجغرافيا او التاريخ هتلاقوها على الخطه التعليميه. الخطه التعليميه عاملين مراجعات جميله جدا جدا للجغرافيا والتاريخ، فحاولوا ان انتوا تراجعوا الجغرافيا والتاريخ من على الخطه التعليميه عشان هتستفيدوا وهتلموا المناهج كده بسهوله فيه. كده اكون انا خلصت الجدول وكتبته، فبدات ان انا اكتب شويه ستيكي نوت كده. وعايزه اقول لكم ان انتوا
فعلا الستيكي نوت ده هتفرق معاكم والحاجات دي كلها هتفرق معاكم، فحاولوا ان انتوا تمشوا على الخطوات وعلى كل حاجه انا قلتها لكم في الفيديو ده عشان اتشجعكم وتحمسكم كده ان انتوا تبداوا مذاكره. وعايزاكم كده تشدوا حيلكم الفتره دي، وخلاص هانت وما عادش يعني الا فتره صغيره جدا او وقت صغير جدا والاجازه تبدا. فشدوا حيلكم الفتره دي وباذن الله هنرتاح كلنا يعني في الاجازه، وما عادش بس الا الشهرين دوم او الشهر ده بس هيكون فيهم ضغط كتير، فاحنا عاوزين نشد حيلنا بس ومش اكتر. اكيد يعني كلنا مقصرين او كلنا يعني واقعين في حاجات كتيره جدا، ولكن ما نقعدش بقى نبكي على اللي فات والندم وكده هيضيع حاجات كتيره جدا مننا، لان الندم يعني مش حلو الفتره دي. فاحنا نحاول نلم اللي احنا واقعين فيه، ونحاول كده نكون لينين مع نفسنا او حنينين شويه، ونحاول نلم الحاجات اللي واقعين فيها والحاجات اللي احنا عاوزين نذاكرها كويس، وباذن الله نعرف نحل في الامتحان ونجيب كمان درجات كويسه جدا. والجدول كده قدامكم في اخر الفيديو، تقدروا ان انتوا تاخدوه سكرين وتقدروا ان انتوا كمان تكتبوه في كشكول معاكم زي ما انا قلت لكم، ولازم تكتبوا كمان الحاجات المتراكمه عليكم في الورقه اللي قبل الجدول عشان يبقوا الاثنين قدامكم طول الوقت. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو ده مع اصدقائكم عشان يستفيدوا، واكتبوا لي كومنتات كتيره جدا جدا في تحت الفيديو ده عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، وعشان كمان تشجعوني ان انا استمر في السلسله دي واساعد ناس اكتر. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.